هو مين كان فاكر ان الغضب مشاعر سيئة؟ محدش يختلف ان الغضب من المشاعر اللي بتصنفها ناس كتيرة على انها مشاعر سيئة بسبب جانبها العدواني. لكن الغضب عاطفة وشعور ممكن يكون عاطفة تحويلية في حياة الانسان. طب ازاي؟ اولا دي حاجة صحية جدا ان الواحد يكون غضبان في بعض الاحيان، لانه بيظهر لنا جوانب في حياتنا وبيظهر لنا حاجات عن هويتنا وعن احنا ممكن نكون مهتمين بايه. الغضب بيحدد حدودنا وبيعرفنا احنا مستحملين ايه ومش مستحملين ايه، وبيعرفنا الحاجات اللي احنا بنكون شايفينها ظلم ومش عادلة. فالغضب بيبقى عامل زي الصرخة اللي بيقول لنا كفاية كده. الغضب كمان بيخلينا ناخد خطوات ان احنا نغير حياتنا للأحسن، كأنه بيدينا طاقة ان احنا نغير الحاجات اللي احنا شايفينها مش مظبوطة. لو ما شفناش الغضب بالمنظور ده وحاولنا ندفنه وما حاولناش نغير الحاجات اللي مش مظبوطة في حياتنا، هيتحول الغضب ده للآخرين او هيتحول الغضب ده للطاقة العدوانية. والحل ان احنا نستخدم طاقة الغضب في ان احنا ناخد خطوات ونغير حياتنا للأحسن بدل ما احنا نخاف منه. وافتكر دايما ان الغضب ده عامل زي النار، ممكن يحرق ويدمر لو اتوجه واستخدم غلط، وممكن ينور ويطور لو استخدمته ووجهته في تغيير حياتي للأحسن. تابعوا الفيديوهات اللي جاية في سلسلة هنتكلم فيها على المشاعر، في سلسلة مشاعر في 2.